النهارده هنعمل القرنبيط الجبار ده. بصوا الجميل اللي انا بعشقه. لما نيجي نشتري القرنبيط لازم تكون الزهرات بتاعته مليانه كده زي ما انتم شايفين كده. هنقطعه وهنكون حاطين حله على النار فيها ميه وهنشوف هنعمل ايه مع بعض. هنقطعه كده. بصوا الزهرات بتاعته جميل جدا. هنقطعه ونغسله بميه من الحنفيه عادي قبل ما نسلقه. اهو هنقطعه طبعا قطع صغيره بعد ما نسلقه. نقطع الزيادة اللي فيه بس كده. هاخده اغسله تحت الحنفيه وبعدين نكمل مع بعض. كده احنا غسلناه اهو بميه من الحنفيه عاديه وحاطين حله على النار فيها ميه وهنشوف هنحط فيها ايه كمان. كده الحله اهي فيها ميه. هنحط فيها شويه لبن صغيره قوي يعني حوالي معلقتين لبن. وهنحط قرن فلفل. وهنحط كمان الاساسي معانا النهارده الكمون. طبعا الكمون اساسي في القرنبيط، روحه يعني يعتبر روح القرنبيط الكمون. وهنحط شويه ملح صغيره. وشويه سكر صغيره مش هنحط اكتر. بصوا نص معلقه، مش هنحط اكتر من كده. واول ما تغلي معانا هننزل بالقرنبيط بتاعنا. كده الميه بتغلي معانا اهو. هننزل بالقرنبيط بتاعنا وهنسيبه شويه في الميه. طبعا بنسويه 3/4 سوا مش سوا كامل كده. طبعا زي ما قلنا بنسويه 3/4 تسويه بس. هنسيبه كده شويه وبعدين هنطلعه. طبعا مش هنهريه قوي عشان هو بيكمل التسويه بتاعته في القلي. هنحضر الخلطه بتاعته لحد ما هو يستوي معانا. هو كده معانا استوى. هنطلعه وهنحطه تحت الحنفيه على طول بميه من الحنفيه عشان نوقف التسويه بتاعته عشان ما يبقاش مهري معانا خالص. مش هقول لكم الفلفل مديله ريحه طعم، ريحتها جميله. بقول لكم طعمها انا هتجنن واكله بصراحه. كده خلاص. انا هكمل الكميه اللي معايا عشان هي كبيره شويه فانا قسمتها على مرتين عشان يستوي براحته. وهنحط تحت الحنفيه. بصوا معانا هنا 3 بيضات. ممكن نحط 5 بيضات على حسب كميه او حجم القرنبيطه بتاعتنا. ماشي. هنفكهم من بعض كده. كده بالمضرب بتاعنا. ومعانا حوالي نص كوبايه لبن. الخلطه دي خلطه جباره 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 يعني. نضربه كويس قوي. ومعانا كوبايتين دقيق. نحط الاول معلقه خل. الخل طبعا بيدي قرمشه في نفس الوقت بيشيل الزفاره بتاعه البيض. وهنحط الدقيق بتاعنا. لو احتاجنا دقيق تاني بنزود. وهنحط كوبايه ميه من الحنفيه. ومعانا نص كوبايه نشا.
عندنا برضو هنربهم مع بعض جامد. هنحتاج ميه، هنزود شويه على حسب. عامه كده نخلط معايا كويس قوي، مش محتاجه اي حاجه، على حسب نوع الدقيق. معانا نص معلقه بيكنج باودر، طبعا احنا عايزينها تدي قرمشه بس مش عايزين ايه ان هو يتنفخ قوي بحيث ان الخلطه تسيب القرنبيطه نفسها. بصوا بقى معانا التوابل الجميله اللي بتدي ريحه حلوه دي: ملح، فلفل اسود، بهارات، كمون طبعا زي ما قلنا روح القرنبيط، شطه على حسب الرغبه، كركم اساسي عشان اللون الذهبي، بابريكا، كزبره ناشفه. هننزل بيهم كده. بصوا التوابل دي خطيره 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 وريحتها كده. الخلطه معانا يعتبر جاهزه، بس في خطوه تكايه صغيره قوي هنا: شبت وكزبره، مش بنحط بقدونس، مع شويه كمون، مع قرنين فلفل على حسب. طبعا ممكن نستغنى عن الفلفل مش اساسي. مع فصين توم هندقهم في الهوم بتاعنا العادي ده، هندقهم نعمهم خالص وبعدين نشوف هنعمل ايه مع بعض. كده الشبت والكزبره والفلفل والثوم والكمون مع بعض نقناهم في الهون كويس قوي قوي، وبعدين هنفضيهم على الخلطه بتاعتنا. وده سر الخلطه والريحه الجميله والطعم مش هقول لكم عليه. بصوا كده الخلطه بتاعتنا جاهزه معانا، وهنكون حاطين طاسه سخنه على النار فيها زيت، يكون زيت غزير. نشوف هنعمل ايه الاول مع بعض. طيب احنا كده معانا الخليط بتاعنا ده، هنفضيه بس في طبق نضيف كده، ولا غويطه برضو عشان التانية يبقى منظرها مش حلو خالص. كده فضيناها اهي. وهننزل بالزهرات بتاعتنا الجميله الحلوه دي. بصوا اهي، بصوا لازم الخلطه تكون تشربها خالص. كده واحده كمان عشان بقى المضرب خلاص مش محتاجينه. كده هنحط بقى كام واحده معانا كده، ونحط طاسه على النار فيها زيت غزير زي ما قلنا، وبعد كده نقلي مع بعض. كده الزيت سخن معانا خالص اهو. بصوا لازم الخلطه تكون متشربه من كل حته كده، وننزل بيها كده. شايفين الجمال بقى؟ لازم تحطي الزهره من تحت كده الاول، نثبت الخلطه خالص، مش هنقلبه الناحيه التانية خالص غير لما ياخد اللون الذهبي الجميل بتاعنا. مش هقول لكم بقى على الريحه تحفه.
ابتدى ان هو يكون لون كده، الخلطه ما بتقعش من عليه ولا اي حاجه. بصوا هنهدي النار بقى عشان يستوي من جوه. بصوا يا جماعه ده كنتاكي الغلابه، لازم تهدي كده النار علشان يستوي من جوه، هيبقى مقرمش كده وجميل. طبعا ما تعرفوش النهارده مبسوطه قد ايه، لان انا بعشق القرنبيط ده، بعشقه، وفي نفس الوقت يعني بعمله كل فين وفين. طبعا انتوا عارفين ان هو بيبقى موجود في الشتاء، فمش بيبقى متاح طول السنه، فانا عندي احتفال النهارده كده مع بقى طماطم مخلله مع سلطه، يعني شغال معانا كده مع شويه بطاطس محمره وخلاص كده الحمد لله. بصوا كده انا مهديه النار عليه براحته خالص. بصوا يا جماعه، بصوا اللون، والله العظيم يعني اكله ملوكي، حاجه كده معتبره كده، تاكل بنفس طبعا من الاكلات بتاعتنا دي طبعا الشعبيه. طبعا هي دي الحاجات اللي بتاكل فعلا ومغذيه ومش مكلفه خالص، وبتعمليها في البيت بنظافه وبنفس كده، والولاد بيحبوها. طبعا مش كل الولاد بيحبوها، انا ولادي بيحبوها طواجن اكتر، بس انا بحب دي، بحب القرنبيط المقلي ده قوي. بصوا بصوا كنتاكي ولا مش كنتاكي؟ بس يا جماعه ناشف ازاي، ومن جوه هيبقى طري وتحفه، وكمان الريحه يعني مش قادره اقول لكم، انا واقفه خلاص مش قادره. هي سندوتشات بقى مع سلطه كده بقى وايه، ويسيبوني محدش يسال فيا النهارده خالص. حلاوته بصوا تحفه تحفه، يعني انا عايزه اقول في شعر بصراحه. الخلطه الجميله دي والحته الجميله، بصوا الخلطه الجميله دي كده كده، وننزل في الزيت على طول، ممكن برضه مهديين النار كده. انا هخلص الكميه اللي معايا وبعد كده نشوف الشكل النهائي بتاعه. ويا جماعه اللي ما اشتركش في القناه يشترك علشان خاطري وعلشان خاطر القرنبيط الجميل ده، وعشان يوصلكوا كل حاجه حلوه وجميله بنعملها مع بعض. بس كده انا خلصت الكميه ونشوف مع بعض. بعد ما خلصنا القرنبيط الجميل ده، بصوا كنتاكي اهو زي ما قلنا اهو، ما كدبناش. اتمنى ان انتوا الطريقه تكون عجبتكم، واتمنى تكون سهله وبسيطه، واتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي رايكم. وما تنسوش اللايك والشير، واللي ما اشتركش يشترك يا جماعه عشان خاطر القرنبيط الجميل ده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.